تعالوا بقى في عرض للي بيكمل الفيديو متابعني، استغلوه والحقوا. بصوا السجق، بصوا يا اخواتي، احنا موجودين هنا عند كبابجي ابو محمد. من قريب في حد كلمني من المطعم وقال لي اللي هو حابب اللي احنا نيجي نجرب الحاجه اللي عنده وانها طعمها حلو قوي، فانا قلت فرصه نستغلها نيجي نساعد الناس ونشوف الدنيا عندهم بتقول ايه. المكان ما يتوهش خالص، احنا في باب الشعريه قرب الميدان قوي. يعني بص يا سعد، هات لنا كده ميدان باب الشعريه، هتتمشى امتار بسيطه هتوصل هنا على طول. المنيو بتاعهم معايا، هطلب بقى كام حاجه وتعالوا نشوف الكباب والمشويات عند ابو محمد بيقولوا ايه. تعالوا نشوف الاسعار بقى يا سعد. دي اسعار المشويات، هتلاقي بقى كباب خالي، ريش خالي، كباب وكفته، كفته وطرب ضاني، كفته ضاني، كل حاجه بالاسعار بتاعتها 1000 1900. كل ده الموز، الاوزي، كفته وكباب، طرب وكندوز، فرخه مشويه، كل الكلام الحلو ده. كمان في طواجن عكاوي، خضار، لسان، فريك، بصل، كل الكلام ده برضو. منيو السندوتشات شكله كمان عندهم حلو قوي. الكفته الاسعار بتاعتها، الرغيف عامل كام، رغيف الششتاووك، كبده اسكندراني، نيفه، كل الكلام ده. هو وجبات عائليه لو انت عايز انت وعيله او انت واصحابك تجيبه. ده العنوان بتاعهم زي ما قلت لكم، هو في باب الشعريه جنب الميدان في شارع بورسعيد، واسمه ابو محمد. احنا بقى طلبنا شويه حاجات كده مستنيينها تيجي عشان نشوف الاكل بيقول ايه. هنعرض لكم حاجه وهنقول لكم الاسعار. طبعا الريش يا جماعه الكيلو منها عامل 1000 جنيه، السجق الضاني ده عامل 500 جنيه، الفرخه الشيش عامله 250 جنيه، لو فرخه مشويه الفرخه الكامله عامله 250 جنيه، الكفته الضاني عامله الكيلو 650 جنيه. طبعا كل الحاجات اللي احنا طالبينها في حدود رباع. ده طاجن بطاطس باللحمه عامل 130 جنيه، النيفه عامله 900 جنيه، وهم بيقولوا لي مش هناكلها غير هنا. الكفته بص يا عم سعد، بص الشكل بتاع الكفته عامل ايه. بص يا سيدي هنا كده. الفرمه بتاعت الكفته حلوه قوي، مخرزه شويه مش مفرومه خالص، فانت بتاكلها ومبسوط بيها، وطعم الشوي فيها حلو جدا. تعالى بقى يا عم سعد، بص الريش، ايه رايك؟ ريشه خطيره. تعال ندوق الريش كده. خطيره. لا اصبروا شويه، اصبروا شويه. انت لو ما سبتش الريش كده على العظم يبقى في حاجه غلط. طعم الريش عندهم خطير، عجبني قوي، مش عارف ابتدي بايه ولا ايه والله. تعالوا كده ايه الفراخ. بص انا نضفت الفراخ يا سعد، باين على طعمها ان هو فريش، والفراخ بيضه، مش بجاملهم والله، فعلا حاجه طعمها حلو قوي حتى الان. تعالوا بقى للنيفه، تعالى يا عم سعد كده. بص المنظر، بص الدهون تنزل كده بالنيفه. نيجي على البابا غنوج بقى في النيفه كده. ايه ده؟ دسمه بشكل مش طبيعي. بصوا بس كده، بص بقى لما تاكلها اتبلعت بس كده، خطيره. تعالوا بقى للسجق. بص يا باشا، ناخد سجقيه حلوه كده، طحينه. بص السجق جوسي بشكل وتتبيلته خرافيه. السجق ده ما يتصابش يا جدعان بجد، السجق عالمي. تعالوا بقى لطاجن البطاطس. البطاطس بالنسبه لي عاديه، لا في حاجات اجمد بكتير بصراحه. تعالوا بقى في عرض للي بيكمل فيديو متابعني، عندهم السندوتشات وبيقولوا لي السندوتشات عندهم حلوه قوي. السندوتشات طبعا فيها اسعار مختلفه، لاي حد هيجي يقول لهم ان هو تبع حسن التوني. السندوتش يا جماعه ب 40 جنيه. تعالى اوريك بقى حاجه من ضمن السندوتشات. تعالى كده يا عم سعد، بص الطرب، بص بقى الطرب. بص يا عم سعد، اي رغيف من ده ب 40 جنيه لفتره محدوده. الحق استغل العرض، تعال اضرب لك كام سندوتش كده، كفته بقى، سجق، طرب. قول له يا باشا انا تبع حسن التوني، انا عايز العرض. تعال بقى ندوق كده الطرب، غرقته في الطحينه وندوق بقى ونشوف بيقول ايه. الطرب حوار. تعالوا هنا، بصوا يا اخواتي رغيف الشيش، التتبيله شكلها حلو قوي وباينه. هندوقها دلوقتي. هاخد حته بقى بابا غنوج المره دي مع طماطم. تتبيله الشيش مميزه قوي، طعمها حلو جدا. بص الكفته، صباعين كفته مع البصل والخضار، وتدي انت بقى الطحينه بتاعتك. نفس الكلام السجق يا سعد، بص
الدنيا هنا رايقه قوي بصراحه عند ابو محمد، المشويات خطيره. انا عايز اطفي بقى الكاميرا، اكل شويه ونروق انا وسعد اخويا كده ونلخص التجربه في الاخر. بص يا سعد، انا قلت لك ما نتقلش، انا ما اعرفش ايه اللي حصل انا ما كنتش عارف ان انا جعان قوي كده، بس ده يدل ان الاكل عندهم عظمه. بص يا باشا السندوتشات كله فاضي، كله فاضي، كل حاجه فاضيه. خلاص بقى ايه، نضفنا الدنيا كده، روقنا انا وسعد وارتحنا شويه. نلخص التجربه لكم يا اخواتي. مطعم ابو محمد هتاكل مشويات رايقه على قديمه قوي. كمان هنا قالوا لي ان هو تقريبا فتح من 1930، فانتم متخيلين هو فتح من قد ايه. هم بيقولوا لي ان هو كان اول حد بتاع مشويات في باب الشعريه كلها. انا اللي عجبني قوي وهي اذواق الاكل، فعلا كان كله حلو، ولكن ذوقي الشخصي كحسن كان السجق يا جماعه كان تحفه تحفه. هو الفراخ برضو عجبتني قوي، الكفته كانت تحفه. انت عجبك يا سعد؟ السجق والكفته والريش. الريش ده انا نسيتها دي بجد. اللي هيجي هنا هيتبسط، مش دعايه والله ولا اي حاجه. عايز افكركم بالعرض بتاع السندوتشات اللي هم عاملينه، استغلوه والحقوا. اي سندوتش من اللي نزل لنا دول، كفته، طرب، سجق، شيش، 40 جنيه الساندوتش. دي كانت التجربه، انا مرضي جدا. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو اللايك بتاعك، وتابع لو انت مش عامل. عايزين نعلى ونعلى ونوصل لكل الناس. في ناس كتيره قوي من اللي بتتفرج لسه مش عامله متابعه لينا. كده خلص الكلام في الريفيو بتاع النهارده. ما احلى ختام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اوعوا تنسوا تذكروا الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.